لكل مستمعين ومشاهدين ومتابعين صفحة حكاية جيل بالعربي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. النهاردة مفاجأة كبيرة جدا. أنا مش مصدق نفسي إني واقف جنب صوت النيل الدافي اللي اتربينا وعشنا على صوته. حبينا جيل السبعينات الثمانينات التسعينات. شريط وياك، شريط مرسال، نجم فرقة الأصدقاء، حبيب الكل، الأستاذ النجم الكبير الفنان الكبير علاء عبد الخالق. ازيك يا أستاذ علاء؟ الحمد لله. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة مهمة جدا. مش حاتم النجار بس، لا، ده كل جيل السبعينات والثمانينات. حلو اللي أنت قلت ده عليا؟ طبعا. طبعا. يا أستاذ علاء، حضرتك مش بتصور فرحة الناس كلها برجوع حضرتك تاني لساحة الغناء في مصر. الحمد لله. يعني شريط مرسال، شريط وياكي، شريط الأصدقاء، كل فرقة الأصدقاء، الأستاذة منى عبد الغني والأستاذة حنان وحضرتك على رأس القائمة طبعا. الحمد لله. منورنا يا أستاذ علاء في صفحة حكاية جيل بالعربي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ولينا 50 سؤال، بس طبعا في وقت حضرتك والتسجيلات هو سؤال واحد بس. الله يخليك. أنا من فرحتي أنا مش عارف أدير اللقاء. الله يخليك يا أستاذنا. أستاذ الكبير علاء عبد الخالق، إيه الرسالة بتوجهها لجيل السبعينات والثمانينات والتسعينات اللي سمع صوتك وما زال بيسمع صوتك وما زال بيسمع أغانيك؟ الكلام حلو قوي، الصوت أحلى بكتير، الإحساس عالي جدا. إيه الرسالة ممكن توجهها للجيل بتاعنا؟ أقول لهم إن شاء الله يساندونا. مش أنت قصدك المشاهدين أو المستمعين؟ طبعا. مش الزملاء. لا طبعا، جيل الجمهور. الجمهور يساندوا الناس اللي حبوا أغانيهم ضد هجمة اللا غنى واللا إحساس واللي هي المستمرة دلوقتي بالأجهزة والأوتوتون والحاجات دي. يساندونا ويخلوهم معانا، واحنا بنحاول ان شاء الله ان احنا نرجع تاني، وان شاء الله تبقى رجوع موفق. وحفلة القدر يا أستاذنا، الحفلة الكبيرة اللي معمولة في أول ديسمبر إن شاء الله حضرتك هتكون موجود فيها بإذن الله. حضرتك نورنا، وأنا متشكر جدا على اللقاء ده، ولينا لقاءات أخرى أكيد بإذن الله. أشكرك يا أستاذ علاء، أشكرك جدا يا فندم، أشكرك جدا.